سلام غالياتي، مرحبا بكم من جديد. ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. الوصفه نتاعنا اليوم خاصه بالقدمين اللي عندها لي طراس نتاع صنداله ولا عندها مشاكل في القدمين، تشققات والى غير ذلك. الوصفه رهيبه سريعه المفعول، مبيضه سريعه جدا. فقط غالياتي تبعوا للاخير باذن الله تستفادوا من الفيديو نتاع اليوم. واللي دخلت عندي جديده اكيد حبيبتي نرحب بك، ما تنسايش اشتركي في القناه وفعلي الجرس هكا يصلك كل جديد. وايضا ما تنساوش فقط الضغط على زر الاعجاب، يا احلى واغلى متتبعات. وصفتنا نبداوها دائما وابدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اذا هنا كما راكم تشاهدوا نحتاج هذا الكيس نتاع بودره غاليه، اكيد غنيه عن التعريف. هذه البودره الخاصه بنزع الشعر. هذه البودره راح تخلصك تماما من اللي طراس نتاع الصنداله ولا هذوك الترسبات اللي يكونوا في القدمين وحتى التشققات اللي يكونوا في القدمين من الاسفل. الوصفه رهيبه حقيقه وفعاله وتبيض، نقول لكم بياض ناصع. هنا نحتاجو كيس فقط، يعني تقدري ديري زوز اكياس اذا كان راح ديري للقدم نتاعك من الاسفل ومن الفوق، يعني تغلفي القدم نتاعك كامل. هنا راني نوضح لكم فيها. هنا لمعلوماتكم هذه البودره نتاع غاليه كما ذكرت هي لنزع الشعر من الجسم، وهي بالارقام. يعني كاينه الخاصه بالوجه وكاينه الخاصه باليدين وكاينه اللي خاصه بالقدمين. الرقم نتاع كل بودره يجي في هذا المكان. هنا راني وضحته، يعني كي تحب تشري كل اخت تشري بالارقام، سواء للوجه ولا لليدين ولا للقدمين. المهم غالياتي نرجعوا للوصفه كيفاه تخلطي هذا البودره. اولا قبل ما تحطي هذه البودره على القدم نتاعك لازم تحطي رجلك من الاحسن في حمام مائي مع شويه ملح وشويه خل. هكا راح تكون انك كي تحطي هذه البودره راح المفعول نتاعها يكون سريع ويكون رهيب، خاصه اللي عندها الجلد الميت واللي عندها تشققات القدمين واللي عندها لي طراس نتاع الصنداله ولا لي طراس، المهم اي ترسبات راح تزيلهم تماما. حقيقه هذه البودره رهيبه المفعول. هنا عندنا هذا الكيس نتاع البودره نتاع غاليه، نضيف له الماء او ماء الورد. هو من الاحسن ماء الورد، دائما ماء الورد رهيب للبشره، خاصه اللي عندها ماء الورد اللي يكون طبيعي ولا من نوع الجيد. او الماء تخلطي، ولكن هنا ما ديريش الخلطه نتاعك ولا هذه البودره ما تكونش سائله، لازم تكون عاقده نوعا ما بالقوام اللي راكم تشوفوه غالياتي كيفاه يكون. هنا راني نخلط بهذا الشكل، نضيف الماء بالتدريج، حذاري انك تضيفي الماء دفعه واحده وتخلطي وتحصلي على خليط يكون عاقد نوعا ما. بعد ما تحطي القدمين نتاعك في الماء يكون دافي مع شويه خل وشويه ملح، وتحطي هاد الخلطه نتاعنا. لاحظوا في القوام كيفاه يكون غالياتي، لازم يكون بهذا الشكل. بعد ما تخرجي رجليك من الماء تنشفيهم وتحطي هذا الخليط وتغلفي رجليك كيس بلاستيكي من 20 دقيقة، تقدري توصلي حتى نصف ساعة، يعني هكا باش تعطيك نتيجة رائعة. من بعد تغسلي رجليك عادي جدا. وهنا ملاحظة، لازم حبيبتي دائما رجليك تحطي لهم مرطب هكا باش يبقوا دائما محافظين على النضاره نتاعهم والنعومه، وايضا ما يتشقوش. كاين وصفات اللي او كريمات خاصه بالقدمين، يعني اذا ما عندكش خلاص تقدري تحطي زيت جوز الهند او زيت اللوز، يعني هذه الزيوت راهي هايله للبشره. وهذا الخلطة ولا هذه البودرة تقدري تستعمليها مرة مرتين في الأسبوع، تعطيك نتيجة هايلة، ودائما يبقاو رجليك ناعمين ويبقاو بهذيك البشرة اللي ما يكونوش فيها الترسبات، خاصة في فصل الصيف تكثر هذه الترسبات ومشاكل القدمين. هذا هو غالياتي الفيديو نتاعنا، إن شاء الله نكون أفدتكم ولو بالقليل يا أحلى وأغلى متتبعات. ونتلقاو في وصفة قادمة إن شاء الله، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.